الغرفه اولا احنا عندنا صناعه سينما، وصناعه السينما دي المفترض على مستوى العالم كله من اهم الصناعات، واحنا في مصر عندنا صناعه سينما المفروض ان هي قويه ومن اقدم الصناعات اللي الناس ما تعرفوش ان انت تاني اقدم صناعه بعد صناعه السينما الفرنسويه، قبل امريكا. قبل امريكا وقبل الهند. كويس. فانا دايما معني بالصناعه لان انا بشتغل في المجال وعايز تبقى صناعه قويه، وبالتالي دايما بشوف الشكل انها صناعه. طيب غرفه صناعه السينما دي ما تتبعش وزاره الثقافه، تتبع وزاره الصناعه. ليه؟ لان دي صناعه من ضمن الصناعات. صحيح احنا في مبنى كله الصناعات بقى حديد وبرمجه ومواد غذائيه وملابس، لكن في الاخر انت صناعه السينما، فدي من ضمن الصناعات. طبعا صناعه السينما مهمه كصناعه. طيب غرفه صناعه السينما بتعمل ايه؟ بتهتم بشؤون اعضائها. مين اعضاء غرفه صناعه السينما؟ اللي هو كل منتجين مصر وكل الموزعين وكل اصحاب دور العرض. اي فني بيبقى خاضع لنقابه المهن السينمائيه، واي واحد ممثل او فنان بيبقى خاضع لنقابه الممثلين. فانا النهارده الناس بتلخبط، انا مش نقابه، انا غرفه، لان انا شركات مش مهنيين وكلهم منتجين وموزعين واصحاب دور عرض. المفترض ان احنا عندنا شقين، في شق الصناعه والشق التجاري. الشق التجاري اللي هي الحقوق والشراكات ومواعيد العروض والحاجات دي كلها، انما شق الصناعه المفروض انت تهتم بالصناعه. اي صناعه قويه بتقوم على قواعد قويه. يعني انت عندك ادوات الصناعه بتاعتك في مصر الحقيقه ممتازه. انت عندك معاهد سينما، وعندك معدات، وعندك بلاتوهات، وكل دي ادوات الصناعه، وعندك ممثلين بسم الله ما شاء الله على مستوى العالم العربي كلهم مميزين. فاذا انت عندك ادوات الصناعه كامله. طيب مسارات الصناعه ازاي بقى تقدر تمشي يمين او شمال او تتطور او الكلام ده كله؟ انك توسعي القاعده. يعني انت كل ما بيبقى عندك مؤلفين ومخرجين وممثلين ومديرين تصوير واضاءه، كل ده دي ذخيره مش سهله يعني بصراحه. يعني مصر الحقيقه والحمد لله من زمان لانها من اقدم الصناعات، فعندها ذخيره كبيره جدا وممثلين معروفين على مستوى العالم العربي كله. ده بعيدا بقى كمان عن انها قوى ناعمه، لان انت اللهجه المصريه معروفه عن طريق الافلام والمسلسلات والحاجات دي كلها. احنا طبعا بنتكلم على غرفه صناعه السينما، يعني احنا لينا الشق السينمائي مش الشق التلفزيوني اللي هو المسلسلات. فالغرفه المفروض لما تفكري فيها تلاقي ان انت بتشغلي وقتك كتير قوي في مسائل الحقوق، لان طبعا في الحقوق على مستوى العالم والافلام من قديم الازل. احنا الغرفه يعني احنا دلوقتي بنقول مثلا فيلم اسماعيل ياسين اللي اتعمل سنه 1951 الحقوق مع مين؟ فانت عندك الارشيف، واحنا اللي بنطلع اول حاجه شهاده الميلاد بتاعت الفيلم. يعني اول ما يجي واحد يقول انا هعمل فيلم لازم يجي يسجل في الغرفه انه ناوي يعمل الفيلم ده، انا المنتجه، مين موزعه، مين ابطاله، مين مخرجه، الكلام ده كله، وبنطلع له شهاده الميلاد دي. بعد كده بتبتدي الحقوق تروح من حد لحد، ده ياخد حقوق التلفزيون، ده ياخد حقوق السينما، ده يعرض في دولة الكويت، ده يعرض في الخليج، الحاجات دي كلها كل ده اللي بنتابعه من عندنا من الغرفة. بس انا بعتبر ده الشق التجاري. في مشاكل كتيرة، طبعا في مشاكل كتيرة جدا وفي خلافات ما بين الأعضاء. المفروض الغرفة إن هي بتحل ما بين الأعضاء بالود، لأن النهاردة طول ما أنا زمار وأنت طبال بنتقابل على طول، فالنهاردة لو اختلفوا بنحل ما بينهم بالود، وفي لجنة الشكاوي الناس بتشتكي، وإحنا بنبقى عندنا مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة بيقوموا بالمهمة دي. الجزء الصناعة بقى مهم جدا، والجزء الصناعة الأوسع والأشمل والأصعب، لأن بتقابله تحديات في كل حتة. وبالتالي ده اللي هو بتقولي عليه ان هو انت خايف او قلقان، لا هو الضغط جامد شويه، لان كل مرحله من المراحل الصناعه بتمر بمنعطفات. كويس. في حاجات بتطلع من بره، وفي صناعات تانية بتغلب عليكي، وفي بالتالي برضو ظروف كده هو بتخليكي انت كصانع، اللي هو المنتج. المنتج هو الصانع، تمام، وبالتالي هو عنده مشاكل، فانت بتحاولي تذللي له الكلام ده كله على مستوى الصناعه. فده تقل بقى الايام دي كمان تقل شويه. طيب إذا فينا نحكي عن المنصب كمنصب، قد ايه بيأثر عليك وعلى شغلك كمنتج، وخصوصا انه في معك منافسين ضمن الغرفة؟ هل هذا الشيء ممكن يعمل قلق مثل ما حضرتك ذكرت انه في خلافات ممكن ينزعجوا لانه حضرتك رئيس الغرفة، او لا بالعكس؟ هي حسب الشخص عشان نقول الحق. يعني انا اول ما بخش المبنى كويس بتاع الغرفه بقوم قالع القبعه بتاعه المنتج وصاحب الشركه، وبخش بقول ان انا شايف كل الصناعه وشايف كل المنتجين سواسيه وكل الموزعين واصحاب العرض. والشق الاصعب كمان في الموضوع ان دايما في تعارض ما بين المصالح،
مش بس المنافسين في نفس اعضاء مجلس الاداره. يعني اكيد السينما عايز احسن حاجه وعايز احسن افلام، وتشيل الفيلم ده وتحط الفيلم ده. المنتج عايز فيلمه يفضل موجود حتى لو فيلمه ما بيحققش ارقام. الموزع عايز يبقى قدامه سبل التوزيع والسينمات تاخد الافلام بطريقه سلسه منه. فده ازاي انت ما بين الثلاث اطراف تبتدي تعالجي الموضوع ده. فاحنا بنحاول نعالج الموضوع ده بحيث ما نجيش من طرف على طرف، وبالتالي هي الصعوبه في الحته دي. نيجي بقى صعوبه تانية، ان فعلا انت النهارده لو بتاخدي قرار اكيد في واحد بينبسط وواحد بيزعل زي القاضي. فانت النهارده بتحاولي تفسري القرار ده وتحاولي ان انت تبيني للراجل ده ان انت النهارده انا خدت القرار ده بناء على المصلحه العامه وليس مصلحه خاصه. بيجانب بعض الناس التوفيق ده اكيد، لان هو بيبقى شايف مصلحته هو بس وشايفها النهارده. انت بتحاولي تقنعيني ان النهارده انت شايف مصلحتك ممكن بكره يبقى ضدك، وحصلت كذا مره. يعني كان في واقعه كده معينه، ان احنا كنا السنه اللي فاتت بتوع المنتجين العربي الافلام العربي بيقول لك يا ريت ما نلعبش اجنبي في العيد. طيب ما اصحاب دول العرض برضو بيبقى عندهم في اطفال بيجوا الصبح والكلام ده كله، وانا شفت ان اللعب الافلام الاجنبي لن يؤثر على فعلا الفيلم العربي. فوقفت ضد القرار، مش عشان انا عندي دار عرض او عشان انا منتج عربي او عشان انا عندي توزيع اجنبي، لا، علشان خاطر فعلا انت بتحاولي تحافظي على البالانس بتاع مصلحه الاطراف كلها. وقلت لهم يا جماعه عادي لن يؤثر. في وقت من الاوقات احنا كنا محددين عدد نسخ الفيلم الاجنبي ب10 نسخ، وده كان تشجيعا للصناعه المحليه. بس الكلام ده كان، قلت لهم يا جماعه لما كانت دور العرض قاعه او قاعتين او ثلاثه، النهارده في واحد عنده 20 قاعه و25 قاعه و18 قاعه. طيب انت عايز، لو في افلام عربي احنا بنقول ان الفيلم العربي له الاولويه وبالذات في الاعياد والمواسم. طب لو واحد عنده 18 قاعه وما فيش غير 3 افلام عربي، نقول له ايه؟ العب 3 افلام في 18 قاعه. طيب مش الاسبوع الاولاني هيتملوا بس الاسبوع الثاني مش هيتملوا. فبالتالي في كمان شريحه من المجتمع بتحب، إذا عندهم اطفال بيحبوا يخشوا افلام الصبح في العيد انيميشن. اجنبي وانيميشن والكلام ده كله. وخاصه ما بقول لك دي التحديات كمان اللي بتقابلك، ان في بيجي لك من الصناعات الاخرى افلام قويه جدا اقوى من صناعتك، وبالتالي انت ما بتحاوليش لا تقفلي الباب تماما ولا تفتحي الباب تماما.